مجموعة ب اللي مش داخلين في العطاء السياسي. كويس. لما احنا بقى نسيب مجموعة ألف خالص ونروح جايين على ب وحاطينهم تحت المجهر وما يتكلمش غير عنهم، ظلمنا المشهد العام، لأن احنا بنتكلم عن تلت أو نصف أو ربع، إنما الباقيين كانوا في المؤتمرات. نقابة المحامين كان فيها الشيخ الشريف بتاع المنصورة، كان يقول كلام في منتهى القوة. الشيخ المحلاوي، الشيخ محمود عيد. كويس، انا مش مختلف معاك يا استاذ حازم، انا بحاول اضبط هذا الاختلاف. يعني بس حضرتك بتتكلم عن نصف الناس وانا قد اكون أنا معك، وانا بقول المشهد الكلي. ليه انا بقول ان هذا هو مش النصف، بقول اكثر من النصف بكثير، لانه التاثير الجماهيري الاوسع. ايوه، لانه سمح لهم. اثر كويس. انت حضرتك اللي سمح له ده، اديتني ما انا بناقش اللي سمح له. لماذا وافق على ان يسمح له بأن يتحدث في الرقائق ويتحدث في أمور ليست في جوهر الدفاع عن الحرية، عن هؤلاء المواطنين المريدين واللي قاعدين قصاده في الجامع ليل نهار، ولا يملك ولا يجرؤ أو لا يريد أن يتحدث عن حاكم ظالم أو عن توريث للحكم. ده كان هناك من يدافع عن ذلك أيضا. هو أنت حضرتك شايف أن أنا بدافع عن هذا المنهج؟ أنا ضده. بس أنا بقول لحضرتك أنا عايز في تفسير يا فندم، مش عايز. أنا بفسر لك الموضوع. أنا مش بمنتهى البساطة. أنا وحضرتك دعاء إسلاميين، حضرتك من النوع اللي بيتكلم في الإسلام ويمارس النضال ضد الظلم، وأنا من النوع اللي ما أقدرش على كده، مش بتاع كده. أنا أقدر أشرح لك أحكام الوضوء وأحكام الصلاة. فحضرتك بتتكلم يوم الاثنين وأنا يوم الثلاث. جات مباحث امن الدوله منعتك انت لا قدر الله ودخلتك السجن لا قدر الله وابعدتك وهجرتك وغيره، وسابتني انا. ممتاز. فبقيت انا الاكثر تاثيرا، لان انا اللي معايا ميكروفون وانت ما معكش ميكروفون. انا بسالك ليه تتحدث عن الوضوء ولا تتحدث ولا حتى تتحدث عن الشيخ اللي جه قبلك يوم الاثنين ومشي وقبضوا عليه؟ ده اللي اعرفه، وحاسس ان انا متكامل مع غيري. هاي. في ناس غلطانين، انا مش بقول لك ان مفيش حد غلطان، انما انا بقول لحضرتك انا راجل عارف قدراتي، انا بتكلم في الوضوء وحضرتك بتتكلم في الامور العامه. انا موافقك تماما. هذا الكلام يطمئني كثيرا. السؤال بقى، ليه اللي قرر طول الوقت يتكلم في الوضوء قرر يتكلم دلوقتي في السياسه، وبدا الامر انه اصبح اشجع الشجعان ويدلي بدلوه ويتحدث عن الاستفتاء ومش عارف ايه، ويقول رايا في تيارات سياسيه، ويقول رأي. هذا الصامت عن الحق، نعم، هو داعية المفروض. هذا الصامت عن الحق ما الذي بدأ الآن له من مصداقية عندي عندما قرر أن يتحدث في السياسة؟ رائع جدا. ويقول لجمهوره الذي تعامل معه طيلة السنوات الماضية على أنه لا يخرج عن الوضوء وعن الرقائق إلى أنه يتحدث له ويقول له بقى ده كافر وده علماني وده ملحد وده ابن لذينه. برافو برافو، هي ده كلام. احنا عايزين نوجه تحية لبعض. برافو وعظيم. لا رائع. اصل انا اشعر ان احنا متفقين، احنا مش بنقول حاجات مختلفه. لا انا بسال عشان استفسر واتعلم يا استاذ حازم. يا فندم، عارف واتعرف من هذه الدائره عما كيف يرى هذا الواقع الدعوي. انما انا مش في موقع المناظره، انا في موقع يعني اسمع الى محاضره. أنا سعيد جدا. لا العفو. يعني انا عايز اقول لحضرتك، لو حضرتك متوقع ان انا هدافع عن دول، لا، في ناس ارتكبوا جرائم. لا تفسر لي، انا مش متوقع اطلاقا. انا متاكد انك من الذكاء الوافي انك لا تدافع عنهم. الله يخليك. بتكلم على فسر لي هذه الظاهره. لا، في ناس ارتكبوا جرائم واخطاء ولازم ندين. نفرض ان في حد ارتكب خطيئه، احنا قوتنا ان احنا نقول ان ده كان غلط وده كان صح، انه من لا يحسن القول في قضيه يتناولها. صح، انا معاك. لكن في نفس الوقت الحقيقه حتى دول برضو راحوا الف وب وج. منهم ناس فضلوا ساكتين، قالوا احنا لا نتكلم في هذه الموضوعات لاننا لا نحسنها. ناس محترمين قدراتهم. في ناس شافوا ان في ناس كويسه فمشوا وراهم في النضال ده. فعلا قالوا خلاص احنا هننزل ميدان التحرير، وكانوا لهم خيامهم في ميدان التحرير وكتير مش قليلين. يعني ممكن من الاسماء الدعويه الكبيره كان في 30-40 واحد موجودين في ميدان التحرير ليل ونهار، ما بيتوا ما بيتحركوش، ومعاهم تلاميذهم ومريدينهم. ومنهم صنف اللي هو موجود في كل عصر يا استاذ ابراهيم من عصور التاريخ، اللي هو قد يستخفه السلطان. ولازم نقول ان احنا اذا وقع الخطأ انا وحضرتك هنبقى ضده. انا مش علشان اللحية اللي انا فيها اقول لك انه ده صح، لا. استخفه السلطان، قالوا له تعالى الحق الدنيا هتخرب، شايف المسألة كذا كذا، وهو لا يعلم فتورط. ومنهم من
أدرك أنه تورط ويعني والناس طاقات، مش كل الناس زي بعضها. صحيح.